ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام العراق بعد لقاء النمرود، واتجه إلى الشام مع سيدنا لوط عليه السلام، واستقر في منطقة اسمها حران، وده بعد ما تزوج السيدة سارة بنت عمه أرام، واللي كانت أجمل نساء العالمين بعد أمنا حواء عليهن السلام. وكان أهل حران بيعبدوا النجوم، فأراد سيدنا إبراهيم أن يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار، وقد أتاه الله الحجة القوية والتنوع في أساليب الدعوة إلى الله، فاتبع مع أهل حران أسلوب التدرج والمجاراة، بأنه يجريهم في اللي هم فيه لغاية لما يوصلهم للي هو عايز يوصله لهم. فلما جاء الليل رأى سيدنا إبراهيم كوكب الزهرة، فقال لهم بطريقتهم علشان يجريهم: هذا ربي. فلما جاء الفجر اختفى الكوكب، فبدأ يسألهم فين ربهم وليه اختفى، هو في رب بيختفي؟ فقال لهم: إني لا أحب الآفلين. وفي اليوم الثاني اختار القمر لأنه شكله أكبر وأجمل، فلما اختفى بدأ يسألهم عنه: فين ربكم؟ اختفى ليه؟ فقال لهم: إني لا أحب الآفلين. وفي اليوم الثالث اختار الشمس وقال لهم: هذا ربي، هذا أكبر. ولما جاء الليل اختفت الشمس، وبرضه بدأ يسألهم عن ربهم ليه اختفى. وبكده سيدنا إبراهيم أقام عليهم الحجة في كل النجوم اللي بيعبدوها، ودعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار اللي خلق كل النجوم والكواكب وكل شيء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.